عايزه اتكلم بقى على حاجه كده ايه سريعه في المسلسل جواه 3 محاور ولاد لذينه قوي. انا بحب اتكلم عنهم. اولا بناء الشخصيات، وان المسلسل واقعي وجريء لابعد الحدود، ان هو اتكلم في البوينت دي، وكان العنف اللي كان بيتناوله بالجراءه دي، وان هم في حي شعبي، وان ازاي الناس بتتعامل، او فضل يضرب فيها، ده نازل فيها طحن يا جماعه وهي حامل. يعني المسلسل تناول الواقعيه والجراءه وبناء الشخصيات. يعني انت عندك بناء الشخصيات، عندك شخصيه مسعد دي شخصيه مركبه، شخصيه بنت لذينه. يعني احمد مجدي ايه ده انت جامد انت مره تكون كويس ومره تضربها، انت عندك انفصام في الشخصيه. وشخصيه مسعد دي هي مش شخصيه وحشه ولا حلوه، هو عايز يقول لنا من وراء ارتكاب مسعد للجرائم دي ان هو عنده دوافع وسلوك. ربايته طين، مامته بتقول لنا الربايه كانت عامله ازاي، البيئه اللي نشأ فيها صعبه قوي. مامته بقى اول ما كان بيقعد معاها على الكنبه انا كان قلبي ايه، ضربات قلبي بتسرع، بقول هي هتقول له ايه، هو هيطلع يعمل ايه مع بسمه. كانت مشكلتي ان انت راجل البيت يا حبيبي، انت يا حبيبي اللي اخوك إيه؟ انت اللي في ظهر اخوك، احنا من غيرك مش عارفين نعمل ايه. ايه اللي انت بتحببيه ده؟ ليه بتخليه شخص يعيش حياه غيره؟ ليه عامله له عمليه تجميل؟ حرام عليكي، انت بس تاخدي كبسولات بس. اما شخصيه بسمه دي مصدر للالهام. شوف على الرغم اللي عملوا فيها كله وهي استيل بتقول له انا مش عايزه اخاف منك. يا ده انت شخصيه عظيمه على فكره، كل اللي اسمهم بسمه كده عظماء، يعني فخمين قوي على فكره. كل اللي اسمهم بسمه ما زالت بتلهمه، ما زالت بتساعده، ما زالت واقفه معاه، بس خلاص ذاتس انف. بالنسبه لها مش هتقدر تعمل اكتر من كده، هي اديته كل حاجه، هي خلاص هو جه كده الحته الداخليه بالنسبه لها، فهي مش هتقدر تكمل معاه. شخصيه جامده وحصل فيها تطورات كتيره قوي، وغيرت من شخصيتها جوه المسلسل بطريقه غير عاديه. يعني انت بعد ما كنت مستسلمه، بس استسلام بنسبه 70%، ما كانش استسلام كلي، قلبت على الترابيزه بمعنى الاصح. وحاجه تانية، التصوير والاخراج اللي كان في المسلسل اداني طابع الصراع، اداني طابع الخناقات. زي ما قلت ان هو صور في حي شعبي، زي ما قلت ان هو يوم ما هيعملوا مشاريع، يا نهار اسود بيعملوا مشاريع هم مش فاهمينها اصلا. يوم ما خلاهم بيتكلموا، يا لهوي اختياره اصلا للمستشفى، الحيطان، الالوان، قعدتهم على السراير، إيه لما حصل لها كريبل وتشنجات، لما هو فضل بيحاول يخنقها فحصل لها تشنجات. ايه ده، ايه ده، هي اتخشبت. ايه العظمه اللي في المسلسل ده؟ مسلسل عظيم، قياده ضخمه. ويعني المخرج سعد هنداوي ده جامد 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 قوي، من اختياره للممثلين والكادرات كل حاجه، واللوكيشنز اللي اتصور فيه من داخلي او خارجي، او حتى الصراع الداخلي اللي كان بيظهر لنا مع الممثلين.